يا صباح الفل عليكم مشاهدين قناة اوتو هيثم في كل مكان. بداية قبل أي حاجة أنا بشكر إدارة معرض أوتو ستور اللي في مدينة نصر اللي اتاحتهم الفرصة لتصوير العربية الجي اي سي امباو موديل 2024. النهارده أنا جايب لكم عربية صينية، هي واحدة أنا شايف من وجهة نظري إنها ممكن تكون واحدة من أفضل العربيات الصينية في الفترة اللي جاية، وهي واحدة من 4 موديلات نازلة من خلال توكيل أوتو جميل. اللي معانا النهارده هي العربيه الجي اي سي امباو موديل 2024، وده الجيل الاول ليها، وكان اول نسخه ليها نزلت في الخارج سنه 2021، وهي نازله عشان برضو تنافس العربيات السيدان الرياضيه متوسطه الحجم. بالمناسبه العربيه دي بينزل منها في الخارج محرك 2000 سي سي 261 حصان. المواصفه اللي عندنا هنا في مصر تنزل 1500 سي سي 170 حصان، وكمان بينزل منها في الخارج نسخه كهرباء. طبعا هي جايه مبنيه على قاعده بناء اسمها جي بي ام اي، ودي قاعده بناء خاصه بشركه جي اي سي، وبتنافس في السوق عربيات زي الجاك جي 7، الام جي 6، زي التويوتا كرولا، يعني ده على سبيل المثال. بتنزل طبعا زي ما قلت لكم من خلال توكيل اوتو جميل ب3 فئات. اول فئه الجي اس، ثاني فئه جي بي، اما ثالث فئه جي اي اس ستايل، ودي طبعا الفئه اللي هي الشكل الرياضي او الرياضيه اللي فيهم. في مواصفه بتنزل باللون الاخضر المات. تعالوا بقى مع بعض نتفرج على العربيه الجي اي سي امباو موديل 2024 ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. الفئه الثالثه اللي معانا دي اللي هي الجي اي اس ستايل. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، وبرده عشان لو انت استفدت معلومه ولو صغيره قد كده شير الفيديو عشان يوصل وناس غيرك تستفيد منه. يلا مع بعض نتفرج على العربيه ونشوف اهم مواصفاتها. زي ما انتم شايفين العربيه الجي اي سي امباو خطوطها انسيابيه رياضيه، وده باين بقى في حاجات كتير قوي. تعالوا اوريكم زي ايه. يعني هنا لو بصينا على شبكه العربيه، فشبكه العربيه جايه طبعا مديه الاحساس او الشكل الرياضي، خاصه بوجود الحليات اللي جايه باللون الاصفر، ودي منتشره على فكره في العربيه. شبكه جايه باللون الاسود اللامع او اللي بيسموه بيانو بلاك. هنا عليها برضو الاس دي اللي بتعني اللي هي الاس ستايل او العربيه اللي هي واخده الخط الرياضي السبورت. كمان في حليات جايه من الكربون فايبر، وعلى فكره حليات الكربون فايبر دي بتدي برضو شكل كده رياضي وقيمه للعربيه. الحليات اللي هنا في الجنب دي مجرد حليات مش اكتر، مش فتحات هويه حقيقيه يعني مصمطه، لكن مكمله شكل رياضي في العربيه. نيجي بقى على الجنب العربيه كده ونبص على شويه حاجات فيها. طبعا العربيه انت بمجرد ما بتقرب منها العربيه بتفتح او تقفل، والمرايات بتفتح او تقفل وهكذا. المرايات بتاعت العربيه بتيجي في الفئه اللي معانا دي بتيجي ضم كهرباء وظبط كهرباء، وكذلك في الفئه الثانيه. الفئه الاولى بتيجي الظبط بس كهرباء، اما الضم بيكون مانيوال. ده بالنسبه للفئه الاولى. انا عايز اقول لك ان العربيه بص لو بصيت عليها من الجنب كده العربيه بصراحه شكلها كبير، غير بقى الانسيابيه الرياضيه اللي واخداها العربيه. ده غير بقى كمان ان المرايات هنا لو بصيت عليها جايه برضو الكفر بتاعها جاي من الكربون فايبر، في اشارات جانبيه في المرايات. العربيه واخده الشكل الانسيابي، مفيش سوك كتير غير بس يمكن السوكه ده او الخط اللي ماشي ده بطول العربيه كله. وهنا طبعا في حليات جايه في العتب من الكربون فايبر، ومجرد ما بتقرب من العربيه او تبعد بتلاقي العربيه فتحت وقفلت معاك. حتى يعني بص حتى الايه، مجرد ابعد تاني كده اهو، نقرب فتحت خلاص كده جاهزه للفتح. فدي من الحاجات اللي برضو اللطيفه في العربيه. زي ما انت شايفين برضو العربيه حجمها كبير. بص العربيه طولها عامل ازاي، طول العربيه 4 متر 70، ده طول العربيه. عرض العربيه بيجي متر 85. طبعا العربيه سيدان، وطبعا واخده الستايل او الشكل الرياضي، فمش هتتوقع ان انت تاخد عربيه عاليه، ودي تبقى طبعا ميزه في العربيات اللي هي السبورت او واخده اللاين اللي هو سبورت او العربيات الرياضيه.
لانها بتبقى بتدي للعربيه نوع من انواع الثبات، وبالذات في حته ان ارتفاع العتب. فارتفاع العتب هنا 12.3 سم. اما ارتفاع العربيه الكلي فبيوصل حوالي متر 43. طول قاعده العجلات هنا معانا 2 متر 73. طبعا طول قاعده العجلات ده بيدل لو دخلت العربيه من المفاجاه دي ان هتلاقي مساحات جلوس حلوه. مش هحرق لكم لما نخش العربيه، فخلينا دلوقتي في الجزء اللي احنا فيه، مش هسبق الاوان. لكن الطول بتاع 2 متر 73 ده في طول قاعده العجلات طبعا بيدي انعكاس ان العربيه من جوه كصالون هتبقى مساحات الجلوس فيها حلوه. هنشوف لما نبقى ندخل الصالون جوه. مقاس الجنوط هنا في الفئه اللي معانا دي بيجي 18 بوصه، 225 على 45. ده بالنسبه للمقاس بتاع الجنوط هنا. اما في الفئه الثانيه بيجي مقاس الجنوط فيها 17، والمقاس الجنوط في الفئه الاولى بيجي 16 بوصه. من الحاجات برضو اللطيفه اللي مكمله برضو الشكل الرياضي في العربيه هنا الكاليبرز اللي جايه باللون الاصفر. دايما العربيات اللي هي واخده الطابع الرياضي كده بتلاقي الكاليبرز لونه احمر، لونه اصفر. انا كنت عايز طبعا منظومه الاضاءه ان انا ابين لكم الكشافات في العربيه، ولكن طبعا الوقت بالنهار فالكشافات بتبقى اوتوماتيك فمش هتبان. ولكن منظومه الاضاءه بالكامل بتيجي LED، وده في جميع الفئات فيما عدا الفئه الاولى بس يمكن اللي بتيجي الاضاءه الخلفيه بتكون مش LED، ولكن الاضاءه الاماميه فيها LED. هنا بس في الفئه اللي معانا دي بتزيد ان فيها الاضاءه الاوتوماتيكيه او الاضاءه التكيفيه اللي هي بيسموها HMA. طيب لو جينا بقى بصينا على شنطه العربيه، من الحاجات اللي برده ظريفه هوريها لكم دلوقتي. بص انا واقف جنب الشنطه اهو، مجرد ان انا وقفت جنبها شويه من حوالي من 7 ل 10 ثواني الشنطه فتحت لوحدها. ما عنديش معلومه بالظبط الشنطه مساحتها ايه، ولكن انت بمجرد التصوير كده بص شوف الشنطه مساحتها اخبارها ايه بالنسبه لك. انا شايف بصراحه ان الشنطه مساحتها واسعه جدا، عميقه. شفه التحميل اللي هنا متوسطه شويه. كالعاده هقول لكم انها ممكن ناس تعتبرها عيب وناس تعتبرها ميزه. انا شايف انها بتدي ميزه للعربيه، انها بتعملها عمق بالبلدي زي ما بيقولوا كده، غويطه. الشنطه بتبقى غويطه، لكن الشنطه نفسها مساحتها واسعه. طبعا هنا في كمان العده بتاعت العربيه والاستبن. نبص بقى كده نشوف بعد طي الكنبه الخلفي شكلها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده العربيه بعد ما عملنا طي لظهر الكنبه الخلفي ادت مساحه اكبر للشنطه الخلفيه في العربيه. نرجع بقى كل حاجه، نقفل الشنطه. هي طبعا الشنطه بتيجي مانيوال هنا مش كهرباء، ولكن موضوع الحركه بتاعت ان انت مجرد ما تقف جنبها وتفتح دي بتبقى ظريفه جدا. احيانا بتكون انت شايل معاك حاجات في ايدك وما عندكش ايد تفتح بيها الشنطه، فمجرد ما وقفت كده والحاجه في ايدك مش عارف بقى تفتح، خلاص هي فتحت لوحدها. الازاز الجانبي في العربيه مش ملون، وهنا العربيه بتيجي بفتحه سقف كهرباء، ودي بدايه من الفئه الثانيه على فكره. يعني بدايه من الفئه الثانيه بيكون فتحه سقف كهرباء، الفئه الاولى ما بتجيش فتحه سقف. برده من الحاجات اللي لفتت نظري هنا عايز اقولها لكم، طبعا هنا في ورا الديفيوزر جايب اللون الاسود اللي هو البيانو بلاك، ومعاه كمان جزء حيه من الكربون فايبر. بص انا واقف الشنطه فتحت لوحدها وانا واقف عشان انا مجرد واقف ان انا جنبها. وده عاكس، وهنا لمبه الستوب لايت في الجزء ده. طبعا الفتحات الشكمان دي بص هم طبعا جايين 4 فتحات شكمان، هم طبعا فتحتين شكمان حقيقيين، ولكن طبعا ال4 دي كنوع من تكمله حليه يعني. تمام كده. نشوف ايه تاني بقى، نخش على الماسوره نشوف فيها ايه. بكلم المخرج في الفيديو عشان هقول له نعمل ايه بعد كده، المخرج والمعد يلا نخش نشوف الماسوره اخبارها ايه. يلا بينا يلا.
تعالوا بقى نخش نشوف المقاسات بتاعت العربيه شكلها ايه. زي ما قلت لكم العربيه هنا طبعا عشان هي دي الفئه الثالثه الاس ستايل، هنا واخده الخط بتاع النمط الرياضي، فالعربيه جايه الكراسي جايه اولا شكلها تصميمها شكله رياضي، ادي اول حاجه. تاني حاجه جايه ميكس كده ما بين اللون الاسود مع الجزء ده كده، جزء كده جاي باللون الجراي، وطبعا التطعيمات اللي جايه باللون الاصفر. قلت لكم في اديشنز ثانيه بيكون فيها تطعيمات بالاحمر، حتى الحزام لونه اصفر يا جماعه، يعني ده حلو قوي عشان كده عشان الرادار، عشان انا لما بكون لابس حاجه غامقه بتلقط رادار مع الحزام الاسود ده لذيذ قوي يعني. المهم يعني طبعا الحليات اللي هي باللون الاصفر ده، بصوا كمان الخياطه اللي جايه باللون الاصفر، لا عربيه واخده شكل رياضي يعني. في سقف العربيه جاي باللون اللي هو الاسود او اللون الدارك، لون غامق. ندخل بقى عشان انا تعبت بره. بصوا بقى يا جماعه، القعده مريحه جدا في الكرسي على فكره يا جماعه، وانا شخصيا بحب الكرسي اللي هو اللي بيبقى على الارض شويه كده ومقلوب لورا. التصميم بتاع العربيه من جوه، اولا انا عايز اقول لك ان هو شيك جدا، تصميم العربيه من جوه شيك جدا في كل حاجه. التابلو، الانفوتينمنت مع شاشه الانفوتينمنت مع الداشبورد مدمجين مع بعض، متصلين ببعض كانها شاشه واحده. عجباني قوي الفكره دي. غير كمان ان فتحات التكييف هنا جايه بطول التابلو كله، ناطق بحليه من البيانو بلاك، وفي النص هنا كرومي اللي عامل زي البرونزي شويه، مش اللي هو الكرومي اللي عامل او نيكل كرومي اللي هو عامل زي الفضي، لا ده واخد اللون البرونزي شويه. طبعا هنا في التابلو هتلاقي فيه خياطه برده باللون الاصفر، والتابلو على فكره طري، وجلد الجلد بتاعه طري مش بلاستيك. وهنا جلد على فكره، اللي تقريبا المنطقه كلها جلد، يعني المنطقه دي كلها بتاعت التابلو كلها جلد. مفيش طبعا الجزء اللي تحتاني ده هو البلاستيك بس، وعادي خالص بلاستيك من نوع اللي خامته كويسه. برده هنا الجزء ده جاي باللون الجراي كده وجلد، وفي خياطه باللون الاصفر. بص بقى الكونسول بتاع العربيه، بص الشياكه وبص الاناقه في الكونسول. ادي الكونسول اهو. هنا في حاجه زي الماوس كده تقدر تتحكم فيها من الشاشه بتاع الانفوتينمنت، تعلي وتوطي الفوليوم، وتفتح هنا كمان الباور بتاع الشاشه بتاعت الانفوتينمنت. طبعا الستارت ستوب انجن موجود في مكان حلو قوي لذيذ جدا. الكونسول عباره عن الجزء ده عباره عن حليه من الكربون فايبر، شكلها برده لطيف جدا. ده هنا انماط القياده، الدرايف مود، انماط القياده من التحكم في ده. طبعا ده نقل الحركه مجرد بس مقبض مش اكتر. هنا ايه تاني؟ طبعا دي الشاشه بتاعت الفيس، دي الزرار بتاع الاوتو هولد. هنا الكاب هولدرز بتاعت العربيه، الكاب هولدرز جاي كده يعني مع العلبه بتاعت التخزين. بص عامل ازاي اهو. طبعا في 2 كاب هولدرز هنا، لكن العلبه نفسها صغننه، يعني العلبه نفسها هنا كعلبه صغيره. ايه ده، انا اول مره اكتشف دي. ده انت ممكن تشيل دول خالص لو انت مش عايزهم هنا، او تخلي علبه واحده اللي انت عايزه، فتبقى العلبه بص بالوسع ده. انا بس عايز افرجك على المنظر عامل ازاي. يعني افكار كده لذيذه، افكار لذيذه. نرجع الحاجه كده زي ما كانت ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا بقى نفتح كده ونتفرج على الشاشه. معلش احنا بنصور بقى بالنهار النهارده، فالشمس اتمنى انها تخدمكم شويه في الرؤيه، لكن جوه ممكن تبقى حاجه مش باينه قوي. نقفل كده طيب العربيه عشان نشوف الدنيا عامله ازاي، عشان نضلم شويه. دي الشاشه بتاعت العربيه، والله شكلها لطيف جدا، وهي بتفتح كده شويه حركات كده وعربيه ماشيه وامباو. الشاشه 10 وربع بوصه، هي بتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. بصراحه زي ما انتم شايفين شكلها حلو قوي، يعني فيها كده شويه شاشه سينمائيه قدامك مع الداشبورد اللي بيجي طبعا 7 بوصه. وبص منظره عامل ازاي، في شويه حاجات، وطبعا في مجموعه معلومات خاصه بالعربيه. انا عايز اوريك بس هنا الدرايف مود، لما بتلعب في الدرايف مود هنا بيظهر لك هنا بص، حتى قلب لك العداد لو ما قلبت المود الرياضي. بص قلب لك الدنيا خالص، غير الدنيا لما جبت اللي هو المود الرياضي. السبورت هنا عارف بقى اللي هو خلاص انا خليها العربيه دي معفرطه. ده اللي هو بص هنا، يعني حتى كمان السبورت فيه منه سبورت مود، سبورت بلس وسبورت عادي. بص السبورت بلس عامل ازاي، انا هوريك بس هنا. ده العادي اهو، الشاشه اهي قدامنا اهي. بص بقى السبورت بلس عامل ازاي في العربيه. بص عفرت العربيه، خليها راكبها عفريت. بص الدنيا عملت ازاي، بص بقت نكمل كده في الانماط، بقيت انماط القياده الكامفورت هنا بقى خليك العربيه ريلاكس مريحه، سواقه بقى كده بهواتي هوني. الايكونومي بيديها لك باللون الاخضر كده، يعني فاهم نظام انا موفر لك في الوقود بتاعي، اللي هو بيسموها السواقه صديقه البيئه، يعني ما بتطلعش انبعاثات من العربيه تضر البيئه. هنا طبعا زي ما قلنا كل حاجه خاصه في الشاشه هنا اهي. طيب هنا في درايف مود، كمان الدرايف مود هنا تقدر تتحكم فيه من هنا اهو. بص اهو تمام. ده التكييف كمان من هنا اهو، تقدر تتحكم في التكييف من هنا.
ابل كار بلاي اهو. لا العربيه فيها شويه حاجات ظريفه جدا بصراحه. في حاجه ناسيها هنا، ايه ده نسيت اقول لكم دي يا جماعه، ده هنا في وايرلس تشارجر، في شاحن لاسلكي في الجزء ده. هنا بقى كده بص، هنا لو انت مشغل حاجه، بص هنا انا بتحرك بالبكره دي هنا، شايف اهو، انا شايف بعمل ايه. وهنا بتعلي وتوطي، هنا الفوليوم بتاع، يعني لو انت مشغل حاجه وبتعلي وتوطي من هنا. لا لذيذه ان انت قاعد هنا، يعني حتى معموله في مكان حلو قوي بالنسبه لراحه الايد. يعني انت حاطط ايدك كده بص، يعني بص الوضع ده، انت قاعد كده وماسك الدركسيون او الطاره بتاعت العربيه، وايدك في الوضع ده كده، حاطينها في مكان عبقري. طيب احنا نيجي بقى للطاره بتاعت العربيه. بص الطاره عجباني قوي شكلها، طاره جايه صغيره كده وفيها طبعا جلد، وفيها خياطه باللون الاصفر عشان تكمل الشكل والمنظومه الرياضيه وفيها حليه هنا كده باللون الاصفر. طبعا الطاره مالتي فانكشن، عجبني قوي التصميم بتاع الطاره بصراحه، غير طبعا اللي هي النقرشه اللي بتبقى موجوده في الجزء ده. في هنا الحليه، طبعا الجزء ده فيه حليات هنا بالبيانو بلاك مع النيكل كروم، يدي شكل حلو قوي في العربيه. طبعا في شفتات في الطاره هنا معانا اهي، طبعا الشفتات دي بتدي برده في القياده، بتبقى الناس اللي بتحب القياده بتحب قوي الشفتات دي، بتبقى النقل فيها اللي هو النظام اللي هو الستبترونيك بيبقى معاهم حلو قوي. الطاره طبعا بتتحرك برده تلسكوبيك 4 اتجاهات زي ما احنا شايفين اهو. بص هنا كمان بقى فتحه السقف، طبعا هي فتحه سقف كهرباء عاديه طبعا مش بانوراما. ظريفه برده على فكره فتحه السقف هنا. انا شخصيا يعني بشكل شخصي انا من الناس اللي بحب ده فتحات السقف في العربيه، سواء بقى فتحه سقف كهرباء عاديه او بانوراما يعني. على فكره بالمناسبه هنا بص الانوار في الصالون كلها جايه من ال LED، وعلى فكره شكل حتى الكفر بتاع اللمبات شكله شيك قوي ظريف يعني. والمرايه بتاعت الصالون تعتيم مانيوال مش تعتيم ذاتي. اوكي يا جماعه، دايما معلش يا جماعه انسى ان في ما باخدش بالي منه، في هو ده بيسموه طبعا الكونسول الطاير، انا بحب اسميه الكونسول ابو دورين يعني خدوها كده يعني، لكن هو طبعا الاسم بتاعه الناس دايما بتطلق عليه او الاسم الشائع الكونسول الطاير. الدور التحتاني في طبعا فتحات USB، انا مش شايف هنا في وفي مخرج 12 فولت، يعتبر برده مكان تخزين حلو، يعني انت تحط حاجه هنا برده كده الحاجات دي. نشوف الدرج هنا اخباره ايه. يعني الدرج مساحته صغننه شويه، كويس مش وحش. النظام الصوتي هنا في العربيه بيجي 6 سماعات هنا، وفي الفئه الثانيه، الفئه الاولى بيجي سماعتين. على فكره يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه برضه، تعليق ظريف جدا في العربيه، الخامات حلوه قوي على فكره. يعني في الفتره الاخيره، في الكام سنه الاخيره دول، نقدر نقول في السنتين اللي فاتوا، العربيات الصيني، انا مش شخصيا من الناس اللي كان عندي هسس من العربيات الصيني، لا اقول ما كابش صيني. انا دلوقتي بقول لك لا، دلوقتي الصيني يترك. اولا فعلا مواصفات الامان اللي بقت تتحط في العربيه، الماتيريالز، التصميمات، يعني بقوا مش خامات فيك، لا بقى يحط خامات فعلا بجد، وبقى يهتموا جدا بتفاصيل صغيره. وطبعا مواصفات الامان دي طبعا من الحاجات المهمه جدا في اي عربيه بتاع. فلا دلوقتي العربيه الصيني تتركب، طبعا مش هقول لك مش كل ماركات، بس عشان ما اعيبش في حد بعينه يعني. لا في عربيات كتير دلوقتي صيني تتركب. انا لسه بقول لك العربيه الجي اي سي دي، انا شايف من وجهه نظري انها عربيه هتحقق نجاح كويس جدا في السوق المصري الفتره اللي جايه. تعالوا بقى نشوف بطانه الابواب عامله ايه. يلا، البطانه بتاعت الابواب هنا جايه طبعا الجزء ده جلد، الجزء ده جلد برده، الجزء ده كاربون فايبر، والاوكرا جايه برده بشكل النيكل كروم ولكن هي بلاستيك. طبعا هي برده واخد نفس الشكل التصميمي بتاع التابلو، وطبعا احنا قلنا الجزء ده جلد، ودي مساحه تخزين، مساحتها حلوه على فكره برده مش بطاله. نرجع بقى للمقصورات الخلفيه ونشوف اخبارها ايه. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل ما اخش المقصوره الخلفيه، ان مساحه قاعده او طول قاعده العجلات 2 متر 73، ودي تدل على ان هتلاقي مساحه داخليه في المقصوره، بالذات في المقصوره الخلفيه طبعا واسعه. هو طبعا مش بالضروره، لان في اسباب ثانيه كتير ممكن تمنع ان تكون المساحه الداخليه واسعه، ولكن فعلا هنا المره دي اثبتت الايه المقوله ان مساحه او طول قاعده العجلات ادى مساحه واسعه في المقصوره الخلفيه. بالمناسبه طبعا انا مراجع الكرسي القداماني ده ومنيمه عشان انا بحب القعده دي بصراحه، ومع ذلك بص بقى وانا قاعد ورا عامله ازاي. بص المساحه هنا عامله ازاي اهي، دي المساحه، على الرغم ان مفيش هنا على فكره التجويف ده او التجويف هنا ده ضايع مع الفرش بتاع الكرسي، يعني كان ممكن مثلا ايه دي تتعمل بتدبيسه كده عشان تدي الايه التجويف اللي بيدي مساحه للركبه، ومع ذلك هو مش باين. لكن المساحه اهي زي ما انت شايف اهي، انا بحب اوريك بس الايه المساحه ما بين الركبه وظهر الكرسي الامامي، وانا مرجع الكرسي القداماني ومنيمه. الليج روم هنا مساحتها مش وحشه بالنسبه للعربيه سيدان، طبعا تعتبر واطيه على الارض يعني، ولكن انا على فكره بالمناسبه انا منيم الكرسي قوي على الارض، يعني انا منيمه. فاللي هنا
المساحه هنا تحس ان الليج روم فيها مش واسعه قوي، ولكن هي بقى واسعه. بص عايز تعرفها من هنا، من الكرسي ده. بص هنا بقى الليج روم عامله ازاي. انا لو رفعت الكرسي ده شويه لفوق، قلبته لفوق شويه كده ما نيمتوش، هتلاقي المساحه دي. نفق الفتيس تقريبا يكاد يكون لا يذكر، يعني مجرد ان هو يعني اقل من عقله صباع، فاللي قاعد في النص هيبقى مرتاح. العرض بتاع العربيه هنا متر 85. بصراحه ده انعكس جوه في المقصوره الخلفيه، بلس كمان ان مفيش اي بومبيهات او تنفيخ في البادي من العربيه من بره، فقدروا ان هو يستفيد بالمساحه دي في الصالون الداخلي. فالقاعد هنا اهو، بص انا هتخيل كده، او انا هاجي لك في النص ونتخيل كده لو في اتنين من حاجبي كمان قاعدين، واحد من ناحيتي وواحد من ناحيتي، انا قاعد في النص بالظبط اهو. طبعا الحمد لله مش متضايق هنا في القعده في النص، نفق الفتيس مش مضايقني. بص هنا واحد في حجم تاني يجي، استاذنك في الكاميرا، وهنا كمان واحد تاني قاعد جنبي في الناحيه دي. بس انا حبيت ايه اوصف لكم بشكل كده ايه، يعني في دقه في القعده في العربيه. نرجع كده ونوريكم بقيه الحاجه. التكييف بيجي اوتوماتيك في الثلاث فئات، ودول زون في الفئه اللي معانا دي، الفئه الثالثه. ده غير ان هو كمان في فتحه تكييف خلفيه، هي فتحه واحده بس مش فتحتين، فالقاعد يبقى هيحطها هنا يعني كان يبقى افضل لو كان في برضه فتحتين تكييف في الصالون الخلفي، وفيها برضه بس فيها برضه تحكم في سرعه المروحه، وبرضه هنا في فتحه يو اس بي موجوده في الظهر برضه. تعالوا نبص برضه المساحات اللي هي التخزين هنا. في هنا برضه جيب في ظهر الكنبه، جيب في ظهر الكرسي الامامي زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا في جيب، طبعا هو بطانه الباب هنا برضه الباب الخلفي واخده نفس الشكل التصميمي، ولكن الجزء ده بلاستيك. المساحه التخزين هنا معقوله يا دوبك على قد ازازه ميه صغيره شويه. هنا في برضه ايزوفكس مثبت كراسي الاطفال، وهنا في ارم ريست معاه 2 كاب هولدرز. برضه بصوا يا جماعه هنا اهو برضه الانوار هنا ال دي هنا برضه كلها انوار الصالون كده ال دي. لا انا عاجبني المساحات حلوه مش وحشه، على الرغم انها عربيه سيدان المفروض انها بقى يعني منخفضه او واطيه، سواء العتب او الخروص الارضي او السقف، الا ان بص قاعد والله بص اهو في هنا مساحه حوالي 4 صوابع. هو طبعا اللي خدم برده هنا ان هو ما ميلش السقف لورا في الجزء اللي ورا ده. ساعات العربيات اللي هي بتبقى ايه واخده الستايل الرياضي او واخد بقى الشكل الرياضي الكوبيه، يروح جاي من السقف هنا وعامل كده وعامل كده ونازل، فانت اللي قاعد ورا هنا لو طويل شويه يبقى دماغه حاسس انه عامل كده من السقف. لا هنا انت قاعد مرتاح مفيش حاجه، يعني اهو بص انا قاعد اهو مفيش حاجه، مرتاح خالص، ظريف كويس، مش مضايق، لا قعدتها حلوه وصالونها حلو جدا يعني. ده غير الخامات بتاعتها بصراحه عجباني جدا يعني. انا ناسي حاجه يا جماعه، تعالوا بص في حاجه نسيت اقولها لكم. تعالى كده نبص على دي. كان نفسي يكون في عتب هنا عشان يكمل بقى الشكل الرياضي، لكن بصوا البدلز بتاعت العربيه اهي جايه برده بالمعدن. البدلز بتاعت العربيه جايه حليات معدن اهي، عليها حليات معدن شكلها كويس ظريف. هنا الكرسي الفئه اللي معانا دي كهرباء وفي تسخين، اما الكرسي راكب الامامي مانيوال. طبعا هنا الكرسي ده بيتحرك على فكره في 6 وضعيات. الكرسي بالفئه الثانيه برده كهرباء، اما الفئه الاولى كرسي بيجي بتاع السائق مانيوال. الموتور فيه هنا عازل، ودي حاجه برده كويسه انها تكون موجوده. مفيش تصفيح اسفل الموتور خالص. موتور العربيه 1500 سي سي تيربو 4 سلندر. طبعا العربيه جر امامي 170 حصان بيتحققوا عند 5000 لفه في الدقيقه، 270 نيوتن بيتحققوا بدايه من 2000 ل 4000 لفه في الدقيقه. المنظومه دي كلها متوصله بناقل حركه ديوال كلاتش 7 سرعات ويت او تبريد زيت. العربيه بتحقق من 0 ل 100 في حوالي 6 ثواني و9 من 10. معدل استهلاك البنزين في العربيه بيوصل لحوالي 6.8 من 10 لتر لكل 100 كيلو. سعه خزان الوقود في العربيه 47 لتر. طبعا العربيه بتيجي بتعليق امامي ماكفيرسون والتعليق الخلفي مالتي لينك، وبتيجي ب6 ايرباجز في الفئه الثالثه اللي معانا دي والفئه الثانيه، اما الفئه الاولى بتيجي 2 ايرباجز. العربيه الحقيقه جايه بباكج محترمه جدا في وسائل الامان، سواء وسائل الامان بتاعتها او وسائل الامان الخاصه بالفرامل. فالعربيه فيها تقريبا المنظومه الكامله في الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، فيها فرامل يد كهرباء، فيها كمان مراقبه ضغط الاطارات، فيها مثبت سرعه تكيفي في الفئه الثالثه والثانيه. الاولى بيجي مثبت سرعه، فيها نظام الهيل ستارت اسيست او نظام اللي هو الثبات عند الثبات في المرتفعات، سواء ده هيل ستارت اسيست صعود او هيل ديسندنج اسيست، يعني العربيه في الصعود او في النزول بتكون محتفظه بالتوازن بتاعها او انها ما تنزلش تجري منك. ده بالاضافه كمان لان فيها كمان حساسات ركن اماميه وخلفيه وكاميرا رجوع خلفيه واماميه، ودي في الفئه اللي معانا دي. الفئه الثانيه بتكون حساسات ركن خلفيه وكاميرا رجوع خلفيه، الفئه الاولى حساسات ركن خلفيه بس من غير كاميرا رجوع خلفيه.
بالاضافه بقى ان العربيه كمان فيها الفئه اللي معانا دي فيها نظام الفرامل الفجائيه او البي اي، فيها نظام الحفاظ على المسار، وفيها كمان التحذير عند الخروج من المسار، يعني فيها الاثنين. فيها كمان فرامل طوارئ، فيها كمان نظام المساعده في القياده في الازدحام المروري. نقفل كده بقى ونتكلم شويه كده عن العربيه باختصار بسرعه. العربيه في المجمل الجي اي سي امباو في المجمل كده هي عربيه كمظهر خارجي عصري رياضي شكله حلو قوي، انتيرير شكله حلو وخامات عاليه ومساحات جلوس محترمه جدا. ده غير كمان ان اللي فيها وسائل الامان بتاعت العربيه صراحه فوق الممتاز، فهي خيار جيد وتعتبر بغض النظر عن الاسعار اللي شكلها مش عاجب ناس كتير الا انها فعلا مقارنه بالعربيات اللي في فئتها هي فاليو فور ماني. بكده انا اكون خلصت الفيديو بتاعي، اشوفكم فيديوهات تانية قريب ان شاء الله. واقول لكم قبل ما اسيب الفيديو، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، ويا ريت كمان تشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ممكن. واشوفكم فيديوهات تانية قريب ان شاء الله، واقول لكم سلام عليكم.